سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حبايبنا طلاب تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بيكم يا وحوش. عندنا إيه في الفيديو بتاع النهاردة؟ إن شاء الله هناخد في رحلة رائعة وجميلة مع العزوم. يلا نبدأ على بركة الله. قبل ما نبدأ في حل تمرين على العزوم اللي في الكتاب المعاصر، خلينا نفكرك بأهم النقاط الرئيسية في درس العزوم. نبدأ على بركة الله كده. احنا قلنا العزوم ده قسمناه واحنا بنشرح الى جزئين. الجزء اللي هنشتغل فيه العزوم كمتجه، اللي هنجيب في متجه العزم، والجزء التاني اللي هو القياس الجبري للعزم. تقريبا هيبقى ملخص القصة القياس الجبري للعزوم او لعزم القوة. قلنا علشان نجيب المتجه العزم بالنسبة متجه عزم قوة بالنسبة للنقطة، يعني لو عندك قوة كده ق تؤثر في النقطة أ، وعايزين نجيب عزمها بالنسبة للنقطة ب، فقلنا عزم ق بالنسبة للنقطة ب هيساوي متجه بدايته ب ونهايته أي نقطة على خط عمل القوى، قروس المتجه ق. قلنا بعد كده لو طلب منا طول العمود الساقط من النقطة ب على خط عمل القوى ق، لو سميناه لام، قلنا طول العمود ده يساوي معيار العزم على معيار القوة. بعد كده قلنا شوية ملحوظات هنا، ان القوة ق دي متجه القوة ق احيانا بيبقى مش موجود معانا في المسألة، فده هنجيبه ازاي؟ لو متجه القوة ق مش موجود، يبقى زي ما قلنا في الهندسة الفراغية، اي متجه هنجيبه يبقى عبارة عن معيار المتجه في متجه وحدة في اتجاه. معيار المتجه ق في الغالب هيبعته لك في المسألة ازاي تجيب متجه وحدة في اتجاه القوة ق. والله ممكن يديلك بقى مش عارف نقطتين على خط عمل القوة أ وب مثلا، وانت بقى تجيب المتجه ا ب وهتجيب معياره وتقسم المتجه ا ب على معياره، خلاص. وهو بقى يحدد لك مثلا القوة تؤثر فيها المتجه ا ب، يعني القوة يبقى منظرها كده، يبقى المتجه الوحدة اللي في اتجاه المتجه ا ب هو بعينه متجه الوحدة اللي في اتجاه القوة. بعد ما تجيب متجه الوحدة تضربه في معيار القوة يديك متجه القوة. ممكن كمان يبقى عطيلك مثلا معادلة خط عمل القوة، يعني يقول لك هنا معادلة خط عمل القوة مثلا بتساوي 2 س مش عارف زائد 3 ص زائد 7 وناقص 7 يساوي صفر. فمن معادلة خط عمل القوة ممكن تجيب لنا متجه وحدة في اتجاه القوة، بس خلي بالك من دي بقى. لو مثلا القوة في هذا الاتجاه، فدي ممكن تجيبها بأكتر من شكل. ازاي؟ ممكن بقى تجيب ميل المستقيم ده هيبقى سالب 2 على 3 وتجيب لنا متجه اتجاه في اتجاه المستقيم ده. خلي بالك متجه اتجاه مش متجه وحدة، اللي هو بقى 3 وسالب 2. وبعد كده تجيب لنا معيار المتجه ده وتقسم المتجه ده على معياره هيديك متجه وحدة في اتجاه القوة ق. بس خلي بالك ساعتها هتاخده بموجب وسالب، لأن احنا المتجه اللي احنا واخدينه مش عارفينه في اتجاه القوة ولا في عكس اتجاه القوة. وبعد ما تجيب متجه وحدة في اتجاه القوة تضربه في معيار القوة يديك متجه القوة نفسه. ده تقريبا الأفكار اللي ممكن تجيب منها المتجه ق لو القاف دي مش موجود. بعد كده رحنا للجزء الثاني اللي هو القياس الجبري لعزم قوة بالنسبة للنقطة. لو أنا عندي نقطة أ هنا واداني مقدار القوة، فقلنا القياس الجبري لعزم القوة بالنسبة للنقطة أ هيساوي إيه؟ يا إما البعد العمودي ده لايم في القوة على طول، يا إما لو أنت مش عارف تجيب البعد العمودي هتاخد أي بعد من النقطة أ، أي قطعة مستقيمة واصلة بين نقطة أ ونقطة على خط عمل القوة، وتجيب لنا طول الحتة دي ولتكن لام واحد. يبقى ساعتها العزم هيساوي القاف في لام في جا الزاوية بين البعد أو القطعة المستقيمة اللي أنت عملتها دي وبين خط عمل القوة. لو سمينا دي جا سيتا مثلا يبقى جا سيتا. ولو بنلف كده ضد عقارب الساعة هناخد القياس الجبري للعزم بالموجب، ولو بنلف مع عقارب الساعة هناخد القياس الجبري لعزم القوة بالسالب. ده بالنسبة للقياس الجبري لعزم القوة. تخلي بالك بقى من الملحوظات اللي احنا قلناها. لو العزم بالنسبة للنقطة أ، لو العزم بالنسبة للنقطة أ يساوي صفر، ده معناه إن أ تنتمي إلى خط عمل القوى. خلاص؟ لو العزم بالنسبة لأ يساوي العزم بالنسبة لب، يبقى خط عمل ق
هيوازي الخط المستقيم أ ب. لو العزم بالنسبة لأ يساوي سالب العزم بالنسبة لب، يبقى خط عمل ق هينصف القطعة المستقيمة أ ب. قلنا لك كمان شوية ملحوظات في موضوع التقسيم. لو انت عندك مش عارف نقطة أ هنا ونقطة ب كده، وكانت القطعة النقطة ج مثلا تنصف القطعة المستقيمة أ ب بنسبة ل إلى م مثلا، وكان في قوة تؤثر في مستوى القطعة المستقيمة أ ب، فقلنا عزم القوى بالنسبة لألف هتضربه في م البعيدة، الحد النسبة البعيدة عنها دي بعيدة عن نقطة أ يعني، زائد عزم القوى بالنسبة لب تضربه في حد النسبة البعيدة عن نقطة ب، يساوي مجموع الحدين في عزم القوى بالنسبة للنقطة ج. قلنا بقى لو عندي متوازي أضلاع وحالاته الخاصة، يعني أ ب ج ده المتوازي أضلاعه مستطيل أو معين أو مربع، وأثرت قوة في مستوى المتوازي ده، يبقى عزم القوى بالنسبة لأ زائد عزم القوى بالنسبة لج هيساوي القياس الجبري لعزم القوى بالنسبة لب زائد القياس الجبري لعزم القوى بالنسبة لد. دي تقريبا أهم الملحوظات اللي موجودة عندنا في قصة العزوم. بعد كده قلنا عزم محصلة قوى بالنسبة لنقطة هيساوي مجموع عزوم هذه القوى بالنسبة لنفس النقطة. خلاص، قلنا لك في ملحوظة حاجة هنا تخلي بالك منها. لو القوى مثلا ق واحد تؤثر في النقطة أ، وق اتنين برضو تؤثر في النقطة أ، وق تلاتة تؤثر في النقطة أ، وق أربعة تؤثر في النقطة أ، وهكذا. وعايزين نجيب العزم بالنسبة للنقطة ب، عزم المحصلة بالنسبة للنقطة ب. فعزم المحصلة بالنسبة للنقطة ب، قلنا لو القوى متلاقية في نقطة يبقى نجيب محصلة القوى في الأول، نجمع القوى دي بقى ق واحد زائد ق اتنين زائد ق تلاتة، وساعتها عزم المحصلة بالنسبة للنقطة ب هيساوي المتجه ب أ كروس المحصلة نفسها. لكن لو قوة كل قوة تؤثر في نقطة، يعني مثلا ق واحد تؤثر في النقطة أ، وق اتنين تؤثر في النقطة ب، وق تلاتة تؤثر في النقطة ج. معلش أنا بحاول أقول بسرعة عشان وقت الفيديو. وعايزين نجيب عزم محصلة هذه القوة بالنسبة للنقطة ولتكن د مثلا. ساعتها بقى طالما كل قوة بتؤثر في نقطة غير التانية، ما ينفعش بقى تجيب المحصلة بتاع القوة دي وبعد كده تجيب عزمها بالنسبة للنقطة ده، لا، لازم تجيب يبقى عزم المحصلة بالنسبة للنقطة دي هيساوي مين؟ عزم القوة الأولى بالنسبة للنقطة دي، فتقول ده الألف كروس ق واحد زائد عزم القوة التانية بالنسبة للنقطة دي، يبقى تقول ده الب كروس ق اتنين زائد عزم القوة التالتة بالنسبة للنقطة د، يبقى د ج كروس ق تلاتة. خلاص، وساعتها بقى تجمع دول يديك عزم المحصلة بالنسبة للنقطة د. الحالة دي تنفع في الاتنين دول على فكرة، يعني ممكن لو القوى متلاقية في نقطة تشتغل بالطريقة دي، بس الأسهل هتكون دي طبعا. لكن لو القوى مش متلاقية في نقطة لازم تشتغل بالشكل ده. وطبعا نفس الكلام اللي قلناه من شوية، لو مش عارف عزم المحصلة بالنسبة للنقطة طلع بصفر، يبقى إذا خط عمل المحصلة يمر بالنقطة أ. مش عارف لو عزم المحصلة بالنسبة لأ ساوي عزم المحصلة بالنسبة لب، يبقى خط عمل المحصلة يوازي الخط المستقيم أ ب. لو عزم المحصلة بالنسبة للنقطة أ يساوي سالب عزم المحصلة بالنسبة للنقطة ب، يبقى خط عمل محصلة يمر أو ينصف القطعة المستقيمة أ ب. خلاص، من ضمن الافكار برضو خلي بالك منها، لو قلت لك ايه وجد خط عمل القوى او خط عمل المحصله، ساعتها ولو قال لو طلب منك خط عمل قوى لازم يقول لك ان عزم مثلا القوى ق اللي هي مثلا 2 و3 بالنسبه لنقطه معلومه بالنسبه مش عارف للنقطه 5 و4 يساوي اي حاجه، مثلا يساوي 21 في اتجاه الايه. ساعتها انت هتجيب العزم بالنسبة للنقطة دي، فانت عندك مستخيل القوة ق اهي
اللي هي 2 و3، وهو اداني يسمي النقطة دي ب، عزمها بالنسبة للنقطة ب يبقى 5 و4، وقال لي اوجد خط عمل قوة ق. فانت هتاخد اي نقطة هنا تبقى س وص، النقطة دي تبقى فين على خط عمل قوة في اي مكان، يبقى هذه النقطة هترسم خط عمل قوة. يبقى انت كده بدلالة السين والصاد كده هتطلع خط عمل القوة. ازاي؟ هتستفيد من النقطة اللي اعطاها لك ده. قال لك العزم حول عزم القوة أ بالنسبة للنقطة ب 21، يبقى نقول له ب أ كروس ق هيساوي 21 اهي. البي ألف هتجيبه منين؟ هتقول لي الألف ناقص البي، يعني س ناقص 5 وصاد ناقص 4 كروس 2 و3 هيساوي 21 اهي. اعمل بقى، اعمل ضرب اتجاه هنا، 3 س ناقص 15 ناقص 2 صاد زائد 8، الكلام ده كله هيساوي 21. هي دي معادلة خط عمل القوة. ده تقريبا ملخص الوحدة بتاع العزوم كله بقى. يلا بقى نبدأ على بركة الله في حل التمارين، ولو في حاجة نسيناها هتيجي معانا واحنا بنحل في التمرين. نبدأ بأول مسألة. بيقول لي قاف 2 وسالب 3 وألف 2 و1 تنتمي لخط عملها. يا سلام لو ترسم، يا ريت والله. أدي نقطة ألف كده تبقى 2 و1، وعندك القوة قاف 2 وسالب 3، وعندك نقطة الأصل هنا، وإحنا عايزين نجيب العزم بالنسبة لنقطة الأصل. العزم بالنسبة لنقطة الأصل هيساوي واو ألف كروس قاف. مين الواو ألف دي؟ متجه بداية النقطة اللي إحنا عايزين نجيب العزم بالنسبة لها، ونهايته أي نقطة على خط عمل القوة اللي هي النقطة ألف دي. طبعا واو ألف هيبقى ألف ناقص واو، والواو دي صفر وصفر، هنطرح دول من بعض يبقى 2 و1 كروس قاف 2 وسالب 3. 2 في سالب 3 بسالب 6 ناقص 1 في 2 ب2. وما تنساش ده كله لازم يبقى في متجه الوحدة عين، يبقى ده سالب 8 عين. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى سالب 8. السؤال اللي بعد كده بيقول أثرت القوة ق في 2 و5 في النقطة دي، فإن متجه عزم القوة بالنسبة للنقطة ن. خلاص بقى، يبقى العزم بالنسبة للنقطة ن. مش عايز ترسم ما فيش مشكلة. هيبقى ن أ كروس ق. النون أ هيبقى أ ناقص ن، أدي أ وأدي ن سالب 3 ناقص 2 يبقى سالب 5. خلي بالك لازم تقول أ ناقص ن مش ن ناقص أ. 1 ناقص سالب 4 يبقى 5، كروس القاف هتبقى 2 و5. يلا نعمل كروس للكلام ده. سالب 25 سالب 10، ده كله اتضرب في اتجاه العين يبقى سالب 35 عين. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د. هو يا بطل وركز، ده احنا لسه بنسخن. طيب رقم 3. يا سلام لو تحل قبل انا ما احل، يا سلام ده تبقى لذيذ والله، تبقى مركز جامد ومش هتنام منه. رقم 3 بيقول إذا كان القوى ق بتساوي الكلام ده اهو، وتؤثر في النقطة 1 و1، فإن عزم القوى ق بالنسبة للنقطة 4 و0. طيب ماشي أوكي. ما احنا هنجيب العزم بالنسبة للنقطة ب، يبقى المفروض ب أ كروس ق. مش عارف ايه الجديد في الموضوع. يبقى أ ناقص ب يبقى سالب 3 و1. جت من هنا 1 ناقص 4 1 ناقص 0. وصحصح معايا عشان أنا مش راضي لي الكلام الصغير ده. اضرب بقى معايا يبقى سالب 30 سالب 20 في اتجاه العين، ده سوري سالب 90. 3 في 30 في اتجاه العين يبقى سالب 111 110. يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. منور يا كابتن. بعد كده رقم 4. إذا كانت القوة ق تساوي 7 ص تأثر في النقطة دي، فإن عزم القوة ق بالنسبة للنقطة 1 وسالب. خلينا نسمي النقطة دي أ والنقطة دي ب. يبقى العزم بالنسبة للنقطة ب هيساوي بيها أ كروس ق. موضوع بسيط وسهل جدا. أ ناقص ب، يلا طرح سالب 3 ناقص 1 يبقى سالب 4. 0 ناقص 2 كروس ق اللي هي 0 و7. سالب 4 في 7 بسالب 28 ناقص 2 في 0 بصفر يبقى سالب 28 عين. اوعى تنسى تحط متجه العين ده. بعد كده رقم 5. إذا كانت ق تساوي الكلام ده تؤثر في النقطة أ، لما طول العمود الساقط من ب على خط عمل ق. طبعا انت لو تفكر شويه ممكن تحل المساله دي من غير العزوم. خلاص ازاي؟ ما اعرفش بقى، فكر انت مع نفسك، انا هحلها لك بالعزوم. احنا عشان نجيب طول العمود الساقط والنقطه على خط عمل القوى لازم نجيب عزم هذه القوى بالنسبه لهذه النقطه، فاحنا هنجيب العزم بالنسبه للنقطه ب.
هيبقى ب ألف كروس قاف. ب ألف هيبقى ألف ناقص ب، 3 ناقص 2 يبقى 1، سالب 6 كروس قاف، 6 وسالب 8. الكلام ده يبقى سالب 8 موجب 36 في اتجاه العين. 36 ناقص 8 تبقى كام؟ تبقى 28 على ما أظن كده. يبقى طول البعد اللي احنا عايزينه هيساوي معيار العزم هو 28 على معيار القوة اللي هو بقى جذر 36 زائد 64، يعني 28 على 10، يبقى 2.8 وحدة طول. المسألة رقم 6 بيقول إذا كان خط عمل ق يوازي أ ب. هندخل بقى في مسائل. الخمس مسائل اللي فاتت كانوا مسائل مباشرة ما فيهاش مشكلة. نيجي بقى لرقم 6، خط عمل ق يوازي أ ب. تستفيدي من كده لما يبقى خط عمل ق يوازي أ ب؟ لا فوق وصح ده احنا لسه بنسخن. احنا كده انا رايحين لليفل 2، يعني احنا كنا في حاجات تافهة في الخمس مسائل اللي فاتوا، مسائل مباشرة وبنحل، عشان كده انا كنت بحلهم بسرعة. فركز بقى عشان ندخل في حاجات اهو، ندخل لليفل 2 بعد كده هنعلى شوية بالمستوى لحد ما نوصل لليفل الوحوش ان شاء الله. عزم قاف يوازي خط عمل قاف يوازي أ ب، ده معناه إيه؟ تمام، العزم بالنسبة لألف هيساوي العزم بالنسبة لب، والعزم بالنسبة لألف ب 12، يبقى العزم بالنسبة لب يساوي 12. 12 عين ما تنساش، تمام؟ هو كاتب لك هنا اكتب 12 وموضوع سهل وخلص. طيب يقول لي إذا كان مجموع عزوم القوى حول ألف يساوي مجموع عزوم القوى حول ب، فإن خط عمل محصلة يعمل إيه؟ لما يبقى العزوم حوالين ألف يساوي العزوم حوالين ب، تمام، يبقى خط عمل محصلة هيوازي القطعة المستقيمة لب. شكرا. بعد كده إذا انعدم مجموع عزمي قوة حول النقطتين ألف وب، فإن خط عمل القاف، بص ركز بقى في الكلام ده وافهم. قلت لك احنا هنرتفع بالمستوى واحدة واحدة، فارفع نفسك معانا ما تنامش منا. تعالى نقرا على المهل. أنا هبدأ أهدي الموضوع شوية أهو. إذا انعدم مجموع عزمي قوة حول النقطتين ألف وب، يعني إيه؟ يعني في نقطة هنا اسمها ألف وفي نقطة هنا اسمها ب. عزم القوة حوالين ألف هيبقى بصفر، القياس الجبري، أو خد لو هتاخد متجه العزم يبقى متجه الصفر. وعزم القوة حوالين ب هيساوي المتجه الصفري برضه. طب ما تيجي ناخدهم واحدة واحدة. هو لما عزم القوة بالنسبة للنقطة ألف يساوي صفر، فده معناه إيه؟ تمام، برافو عليك. إن خط عمل القوة هيمر بالنقطة ألف. ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده. طب ما كمان أنت عندك عزم القوة بالنسبة لب يساوي المتجه الصفري، يبقى إذا خط عمل القوة لازم يمر بالنقطة ب. يبقى لازم وحتما ولا بد إن خط عمل القوة يبقى كده. وبالتالي خط عمل القوة هيمر بالنقطتين ألف أو ب. طبعا يوازي ألف ب؟ لا، ده يبقى على ألف ب على طول. عمودي على ألف ب يمر، طبعا دي مش تنفع ودي مش هتنفع. يمر بالنقطة ألف أو النقطة ب، برضو على فكرة دي فيها كلام، أو دي المفروض يمر بالنقطة ألف والنقطة ب. يبقى هو في الحالة كده هنقول له يوازي القطعة المستقيمة ألف ب. لأن برضه حتى يوازي، كلمة يوازي دي يعني مش ممكن يبقى كده خط عمل القوى وهيوازي ألف ب، بس مش عزمه بالنسبة لألف مش هيساوي صفر، وعزمه بالنسبة لب مش هيساوي صفر. هتقولي طب ما هو لو أنا قلت يمر بالنقطة ألف، هو لو الإجابة ج صح المفروض قال لي يمر بالنقطة ألف والنقطة ب. خلاص. فالإجابة الأكثر دقة يعني تبقى رقم ألف. نروح لرقم 9، بيقول لي إذا كان عزم القوى لام وميم، إذا كانت القوى لام وميم تؤثر في النقطة 4 و8، كان عزم ق بالنسبة للنقطة ب يساوي 40، فإن لام زائد ميم هتساوي كام؟ نقول الموضوع بسيط جدا. هو اداني العزم بالنسبة للنقطة ب هيساوي 40 أهي. ما هو العزم بالنسبة للنقطة ب هيساوي ب ألف كروس ق، مش كده؟ يعني الكلام ده يساوي 40 أهي. جميل. طب ب ألف يبقى ألف ناقص ب، يبقى 4 ناقص 3 1، و8 ناقص 9 يبقى سالب 1، كروس ق اللي هي لام وميم.
هيساوي 40 في اتجاه العين. اعمل الضرب الاتجاه واحد في مين بمين، ناقص في سالب بموجب واحد في لام بموجب لام، هيساوي 40. قاس يبقى لام زائد مين تبقى ب40. المسألة اللي بعد كده رقم 10، بيقول إذا كان قاف بتساوي الكلام ده ومعدل خط عملها، اداك معدل خط عمل. بص بقى، لما يديك معدل خط عمل القوة تستفيد منها ايه؟ اقول لك شوية معلومات وخليهم بقى للعودة بقى. لو اداك معدل خط عمل القوة، انت ممكن تجيب ميل الخط ده، ميل المستقيم اللي هو معدل ميل اهو، ميل خط عمل القوة اللي هو يبقى سالب معامل س على معامل ص يبقى 12 على 5. وبالتالي ممكن تجيب متجه، ومتجه اتجاه الخط ده، متجه اتجاه خط عمل القوة اللي هو يبقى 5 و12. وبالتالي القوة ق هتساوي ك في متجه الاتجاه ده، حيث الكاف ده هيبقى متجه عدد حقيقي لا يساوي صفر. حلو كده؟ طيب، دي هذه واحدة. ممكن كمان تستفيدي كمان من من معادلة خط عمل قوى. ممكن تجيب النقط اللي انت عايزها على خط عمل قوى. يعني تخيل ان ده خط عمل قوى، لو عايز تجيب نقطة هنا يبقى مثلا تفرض السين برقم، وليكن السين مثلا ب5، وتروح تطلع لنا الصاد من هنا. ضربت سالب 12 في 5 ب60 واديها الناحية التانية واقسم على 5، يبقى تطلع مثلا ده ب12. يبقى انت جبت نقطة على خط عمل قوى. مش عارف تفرض السين بصفر وتطلع الصاد. خلاص؟ فلما يديك معادلة خط عمل القوى، يا اما تجيب نقط على خط عمل القوى، يا اما تجيب ميل خط عمل قوة ومنه تجيب متجه اتجاه خط عمل قوة، ومنه تقدر تستنتج ان متجه القوة يساوي كيف في متجه الاتجاه ده. طيب، هو قال لي دي معادلة خط عمل قوة يساوي الكلام ده. عايزين نجيب عزم القوة بالنسبة للنقطة -3 و1. جميل، اوكي. يبقى انا عندي ادي خط عمل القوة. احسن حاجة اجيب نقطة هنا، هفرض السين بصفر عشان اجيب نقطة يبقى الصاد بصفر. يبقى النقطة دي نسميها ألف. يبقى العزم بالنسبة للنقطة ب هيبقى إيه؟ ب ألف كروس ق. الب ألف هنطرح ألف ناقص ب، يبقى صفر ناقص 3 يبقى 3، وصفر ناقص 1 يبقى -1 كروس القاف اللي هي 5 و12. 3 في 12 ب36، ودي سالب في سالب بموجب، 1 في 5 ب5. يبقى الكلام ده يساوي 41 في اتجاه العين. يبقى 41 في اتجاه العين. هو حط العين فأنت هتاخد ال41 وشكرا. نروح للمسألة رقم 12. بيقول لي إذا كان متجه ق بيساوي الكلام ده، وكانت نقطتنا في مستوى ق حيث أ وب، والعزم بالنسبة لأ يساوي العزم بالنسبة لب، فإن معادلة الخط المستقيم أ ب هي نقطة. الله، جميلة جدا. زمان قلنا عشان نجيب معادلة الخط المستقيم نعمل إيه؟ أو عايزين إيه بالتحديد؟ هنا عايزين معادلة الخط المستقيم أ ب. فاكر إحنا قلنا لك بقى عشان تجيب معادلة أي خط مستقيم محتاج إيه؟ قلنا الكلام ده في سنة أولى، وقلنا السنة دي في معادلة المماس. محتاجين نقطة على الخط وميل الخط. طب ميل الخط هتجيبه منين؟ بص بقى، هو قال لك ايه؟ النقطتين أ وب في مستوى القوة، وكان العزم بالنسبة لأ يساوي العزم بالنسبة لب. فده معناه ايه؟ تمام، إن خط عمل القوة هيوازي الخط المستقيم أ ب. طب متجه القوة 5 و4، فأنت ممكن تجيب ميل خط عمل قوة اللي هو ص على س. يعني ميل الخط ده يبقى 4 على 5. يبقى الميل هنا هيساوي 4 على 5. واحنا قلنا عشان نجيب معادلة أي مستقيم محتاجين نقطة عليه ومحتاجين ميل، وكده جبنا ميل أهو. وناخد النقطة أ أو النقطة ب ونجيب منها الميل. هو اداني النقطة أ بس، خلاص يبقى ناخد النقطة أ مع متجه الاتجاه مع الميل، سوري، مع ميل الخط المستقيم. يبقى إذا معادلة الخط المستقيم أ ب هي ص ناقص الصاد دي على س ناقص 2 هيساوي 4 على 5. يبقى 4 س سالب 8 هيساوي 3 ص سالب 15، والدود ده بإشارة مخالفة. 4 س سالب 3 ص موجب 7 يساوي صفر. دور لنا على المعادلة دي. واضح إن أنا عملت هنا حاجة غلط. دي 5 في 3، 5 5 في ص ب5 ص، يبقى دي 5 ص.
يبقى 4 س سالب 5 ص موجب 7. هو في ايه؟ المفروض الميل هنا 4 على 5، يبقى فرق الصادات على فرق السينات يبقى 4 على 5. يبقى 5 و3 في 5 ب15، وهنا 4 س سالب 8. يبقى 4 س سالب 7 ص موجب 5 يساوي صفر مظبوط. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. نكمل. يلا اقرا انت بقى وشوف المسألة دي فيها ايه. عايز اسمع صوتك وانت بتقرا. يلا يا بطل. امم سامعك انا والله. إذا كان عزم القوى دي بالنسبة لنقطة الأصل يساوي 80، وبعدين فإن معادلة خط عمل القوى. لسه أنا قلت لك الملحوظة دي وإحنا بنقول في الأفكار المهمة في القصة دي. بص، أدي القوة أهي، قاف قاف بكام يا بطل؟ بأربعة وستة. طب وبعدين بيقول لك عزم القوة دي بالنسبة لنقطة الأصل، في هنا نقطة الأصل هي صفر وصفر. عزم القوة دي بالنسبة لنقطة الأصل هيبقى ب80. فأنا عايزين نجيب معادلة خط عمل القوة قاف. قلت لك ساعتها هتعمل ايه؟ على فكره في كذا حل للمساله دي. ابسطهم هتقول لي والله في نقطه هنا على خط عمل القوه افرضها س وص. حكم نقطه تاخدها هنا تاخدها هنا تاخدها هنا تاخدها هنا تاخدها هنا، هترسم خط عمل القوه. يبقى انت لما تستغل النقطه اللي عندك ده، مين النقطه اللي عندك؟ ان عزم القوه بالنسبه لنقطه الاصل 80. هتطلع عندك معادله هي معادله خط عمل القوه. فهنقول له والله انت قلت لي العزم بالنسبه لنقطه الاصل هيساوي 80 عين. ايوه انا قلت لك كده. طب جميل. والعزم بالنسبه للنقطه واو هيساوي واو الف كروس قاف. تمام يا فندم زي الفل. الكلام ده هيساوي 80 عين. طب واو الف هجيبه منين؟ الالف اللي هي دي خلي بالك اللي هي نقطه على خط عمل القوه، هطرح الف ناقص واو. طرحت تمام. كروس قاف هعطيها لك 4 و6. الكلام ده يساوي يا عم الحاج 80 عين. اعمل معايا بقى الضرب ده يبقى 6 س سالب 4 ص. طبعا المفروض نقول انه في اتجاه العين. مش عايز تكتب العين ما تكتبهاش يا سيدي متعب. بس هنا تكتب على طول 80 ومش هتكتب العين الثانيه اللي هنا دي. يعني كده عندك 6 ص سالب 4 ص بيساوي 6 س سالب 4 ص هيساوي 80. دي هي معادله خط عمل القوه. بس وشكرا. عايز تبسطها بقى انت ممكن تقسم على الاثنين يبقى 3 س سالب 2 ص هيساوي 40. تعال نشوف بقى المعادلة دي موجودة في الاختيارات اللي عندنا ولا لا. رقم ج اهو 3 س سالب 2 ص يساوي 40 بس، والموضوع خلص على كده. ايه؟ اقول تاني الموضوع بسيط جدا اهو. تقول لك لو اداك عزم قوة معلومة بالنسبة لنقطة، واداك العزم ده عطاهولك يعني. فازاي تجيب معادلة خط عمل قوة؟ كل اللي تعمله تفرض نقطة على خط عمل القوة س وص. بحكم ان هذه النقطة تتحرك على خط عمل القوة يبقى ترسم المستقيم ده. وهتروح بقى تستغل العزم اللي عطاهولك بقى. العزم بالنسبة لنقطة أصل يساوي 80. جبنا العزم سويناه بال 80 حصلنا على معادلة. هذه المعادلة بقى هي معادلة خط عمل القوة. تمام كده؟ طيب زي الفل. نروح لرقم 13. قوة مقدارها 2 جذر 17 وحدة قوة. أيوه ماشي يا فندم. وبعدين تعمل في المستوى الإحداثي س. تمام. فإذا كان معدل خط عملها هي الكلام ده، فإن معيار عزم القوة حول نقطة الأصل بيساوي كام؟ بص الموضوع ده ليه أكثر من حل. ممكن نحل الكلام ده بالمتجهات، وممكن نحله بالقياس الجبري، لأن كده كده هنجيب معيار العزم في الآخر. في المسألة دي بقى عشان خاطر عيونك أنت هحله لك بالطريقتين. هو اداني معدل خط عمل القوة، أوكي؟ نكتبها هنا أدي خط عمل القوة أهو. تقول له طب هي القوة اتجاهها كده ولا كده؟ معرفش، المهم تنطبق على خط عملها. ص ناقص 4 س بيساوي 2. طيب انت هنا لو هتشتغل بالمتجهات، هو عايز مين؟ عايز معيار عزم القوى بالنسبه لنقطه الاصل. ادي واحده واحده اهو. عايزين نجيب عزم القوى بالنسبه لنقطه الاصل، ده المطلوب. طب ما نقطه الاصل عندي صفر وصفر، يبقى انا باقي لي ايه؟ والله انا باقي لي حاجتين دلوقتي. ان انا اجيب نقطه على خط عمل القوى، ودي سهله اجيبها. وباقي لي اجيب المتجه طاق. طب النقطه دي سهله اجيبها، يعني النقطه دي انا عوضت عن س بصفر مثلا في معادلة خط عمل قوى، عوضنا عن س بصفر هتطلع الصاد ب2. يبقى دي النقطة ألف. حلو.
انا عايز اجيب متجه القاف، متجه القوة قاف. طيب ما انا نجيبه ازاي؟ احنا متفقين من زمان قوي عشان نجيب متجه عشان نجيب متجه، اي متجه في الدنيا، عشان نجيب اي متجه في الدنيا قلنا معيار المتجه نضربه في متجه وحده في اتجاه. وضحت القصه دي؟ وهو الراجل ادالك معيار القاف ولا 2 جذر 17. فانت بايننا يا سلام لو عرفت تجيب متجه وحده في اتجاه القاف، يا سلام. هتقول لي والله دي سهله، قدامك حلين تعمل القصه دي عشان تجيب متجه وحده في اتجاه القاف. يا اما تجيب لنا نقطه تاني على خط عمل القوى، تجيب لنا نقطه تاني على خط عمل القوى. يعني انا عوضت عن س بصفر، انت ممكن بقى تقول طب ما انا ممكن اعوض عن س مثلا بواحد فتطلع الصاد بستة، فيبقى عندك في نقطتين على خط عمل القوى. فتجيب لنا بقى المتجه ا ب، هتطرح ب ناقص ا او ا ناقص ب. هتقول لي طب ايه هي دي ولا دي؟ بص امشي اي حاجه وفي الاخر اقول لك ليه اي حاجه. هنقول له ب ناقص ا يبقى واحد وهنا أربعة، ونجيب معيار المتجه ا ب، ده يطلع بجذر واحد زائد 16 يعني جذر 17. وبالتالي انت بقى هتجيب متجه واحدة في اتجاه القوى ق اللي هو المفروض هيبقى واحد على جذر 17 وكام فين واربعة على جذر 17 واربعة على جذر 17. طب هتقولي طب هو المتجه اللي انت جبته يا مستر مثلا كان اتجاهه كده عشان جبنا المتجه ا ب، طب القوة ق معاه ولا ضده؟ والله اقول لك ما انت معاك حق جدا في السؤال ده، ممكن تبقى معاه وضده، عشان كده احنا هنحط له هنا موجب وسالب. وبالتالي القوة ق بقى، القوة ق اللي احنا دايرين عليها من الصبح هتساوي معيارها اللي هو 2 جذر 17 في المتجه ده، يعني موجب وسالب 2 جذر 17 في 1 على جذر 17 و4 على جذر 17. الكلام ده المفروض هيبقى فيه موجب وسالب هنا، هتضرب ده في ده يديك 2 وده في ده يديك 8 بس. شكرا جبنا القوة ق دي. يبقى المفروض عزم القوة ق بالنسبة لنقطة الأصل هيساوي إيه؟ نقطة الأصل خد النقطة مثلا متجه ده اهو واو ب، يبقى صفر واتنين كروس موجب وسالب ق اللي هي 2 و8. فالكلام ده يبقى فيه موجب وسالب هنا، واضرب معايا بقى صفر في 8 سالب 4 في اتجاه العين. في حاجة هنا مش مظبوطة ولا إيه؟ مش عارف، تقريبا في حاجة هنا غلط. طيب إحنا لما خدنا س بصفر طلعت الصاد باتنين، لما خدنا السين بواحد دي طلعت بستة. طيب لما جبنا ده قلنا واحد ناقص صفر وستة ناقص اتنين أربعة، وده جذر 17. طيب دي واحد مش كده؟ جذر 17 يبقى المفروض دي اتنين ودي 8. احنا عايزين نجيب بقى العزم بالنسبة لنقطة الأصل، فمعيار العزم حول نقطة الأصل هيبقى عندنا صفر ناقص صفر واتنين ناقص، لما دي مظبوط، وهنا 2 و8 القوة ق، هضرب هنا ده يبقى المفروض ده يطلع سالب 4 عين. في حاجة هنا مش مظبوطة في الحسابات بتاعتي دي، تعال نراجع تاني مش مشكلة. هو متقل. واضح إن أنا عملت حاجة غلط هنا. خط عمل القوى هو اللي كان فيه مشكلة، دي 12 مش دي 12 مش 2. طيب على خدنا دي بصفر يبقى دي هتبقى 12 معذرة على هذا الخطأ. ولو خدنا الصاد بواحد يبقى انت عندك دي تبقى 16 بقى، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي 16، يبقى متجه الاتجاه يبقى واحد ناقص صفر و16 ناقص 12 برضو ما فرقتش معانا، 16 ناقص 12 مش 4؟ ايوه انا 4. ناخد س بواحد، واحد في 4 ب4 يبقى دي 16. 16 ناقص 12 واحد ناقص صفر و16 ناقص 12 4. طيب المتجه الوحدة في الاتجاه هيبقى واحد وأربعة. هيبقى واحد وأربعة. يبقى معيار المتجه ا ب هيبقى واحد وهنا يبقى جذر 17. يبقى متجه الوحدة هيبقى واحد وجذر 17. طيب نكمل، احنا لحد دلوقتي ما عندناش غلط، نجيب بقى الواو واضح ان الغلط كان هنا بقى صفر ناقص صفر دي 12. يبقى المفروض صفر
في 8 وهنا 12 في 2 يبقى دي سالب 24. يبقى ده موجب وسالب 24 اهي. بصوا عايز بقى معيار عزم القوى ق. هو ليه اضطر يقول معيار هنا؟ علشان القوة دي لو خدتها كده يبقى العزم هيطلع بالموجب، لو خدتها كده يطلع بالسالب. فالراجل قال لك عايزين معيار العزم عشان يقفل القصة وراء دماغه من الدوشة دي. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ج. ونعتذر على هذا الخطأ. نروح لرقم 14. هتقول استنى انت قلت في طريقة تانية تحل بيها المسألة دي. في طريقة تانية تحل بيها المسألة دي. بص احنا عندنا في قوة ق كده اهي معيارها 2 جذر 17 تمام. واحنا عايزين نجيب عزمها بالنسبة لنقطة الأصل صفر وصفر. وانا عندي معادلة خط عمل القوة اللي هو ده ص ناقص 4 س بيساوي 12. طب مش احنا قلنا ان القياس الجبري لعزم القوة لو جيت عملت عمود كده اهو وعرفت طول العمود ده هتضربه في 2 جذر 17 هيديك القياس الجبري لعزم القوة والمعيار تاخده بالموجب على طول. هتقول لي يا سلام انا لو عرفت طول العمود ده اقدر اجيب عزم القوة بالنسبة لنقطة الاصل. اقول لك تقدر تعمل الكلام ده. طب انت فاكر بقى واحنا في سنة اولى ثانوي كنا بنجيب البعد بين او العمود البعد بين النقطة والخط المستقيم كنا بنجيبه ازاي؟ كان في بقى قانون كان بيقول ان المقياس على الجذر. انت فاكر القصة دي؟ بس ترتب المعادلة دي خليها كلها في طرف واحد. ص ناقص 4 س ناقص 12 يساوي صفر. كنا بنكتب هنا في المقياس نكتب الطرف اليمين في المعادلة بس بعد ما نعوض عن السين والصاد بإحداثية النقطة النازل من عندها العمود. يعني لو عوضت هنا يطلع بسالب 12 كله على جذر معامل س تربيع زائد معامل ص تربيع. يعني الكلام ده يطلع ب 12 على جذر 17. يبقى ساعتها القياس الجبري العزم بالنسبة لنقطة الأصل هيساوي القوة اللي هي 2 جذر 17 في ذراعها اللي هو 12 على جذر 17. هتقول لي اخدها بالموجب ولا بالسالب؟ والله وانا عايز معيار العزم فمعيار العزم يطلع بالموجب على طول. ده يروح مع ده يبقى ب 24. يبقى الإجابة الصحيحة 24. دي الطريقة التانية يا سيدي لحل المسألة دي. شوف انت بقى اللي تعجبك واشتغل بيها. طيب نروح لرقم 14. قاف قوة تعمل في المستوى س ص معدة خط عملها الكلام ده هو ألف وب نقطتين في نفس المستوى. فإن أوكي احنا عندنا معادلة خط عمل القوة. أنا قلت لك لما يديك معادلة خط عمل القوة ممكن تجيبها ميل خط عمل قوة. ميل خط عمل قوة ق لا يساوي سالب معامل س على معامل ص. يعني الكلام ده يطلع سالب 4. طب وبعدين؟ وممكن على فكرة تقول لي إن القوة ق هتساوي بص كيف في المتجه 1 وسالب 4. مين 1 سالب 4؟ أنت لما تجيب ميل خط عمل القوة ق ده كانت سالب 1 على 4 مش كده؟ يبقى أنت لو خدت المتجه 1 وسالب 4 ده متجه يوازي خط عمل قوة ق. فبالتالي القوة ق هتساوي هذا المتجه في ثابت غير صفري غير الصفر يعني. خلاص ممكن تستفيد من الليلة دي كلها. المهم بقول لك وعنده النقطتين أ وب نقطتين في نفس المستوى. طيب وعايزين نختار واحدة من دول. والله أنا جبت ميل خط عمل القوة وبعد كده هحاول أجيب ميل الخط المستقيم أ ب. ولو طلع يساوي ميل خط عمل القوة يبقى كده الحمد لله فرق الصادات 5 ناقص 1 على فرق السينات 1 ناقص 2. يبقى الكلام ده 5 4 على سالب 1 يبقى بسالب 4. الله 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 الله. ده طلع ميل خط عمل القوة أ ب يساوي ميل الخط المستقيم اللي بيه سوري. ميل الخط المستقيم اللي بيساوي ميل خط عمل القوة. يبقى إذا خط عمل القوة هيوازي الخط المستقيم اللي بيوازي. ليه؟ أنت بتهزر؟ لأن الميل ده يساوي الميل ده وأي مستقيمين بميلة هما متساويين يبقى متوازيين. وطالما خط عمل ق يوازي أ ب يبقى نستفيد عزم القوة بالنسبة لأ يساوي عزم القوة بالنسبة ب. يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. وتحياتي لكم. 15. قوة ق متجه عزمها بالنسبة للنقطة 3 و5 و6 عين. أهلا وسهلا. ومتجه عزمها بالنسبة للنقطة 1 وسالب 1 هو سالب 6 عين. فإن متجه عزمها بالنسبة للنقطة مين يساوي صفر. إيه ده؟ معرفش. في قوة؟ في قوة متجه عزمها بالنسبة للنقطة دي
دعونا نسمي النقطة دي ألف 3 و5. متجه عزم القوى بالنسبة للنقطة ألف دلوقتي 6 أهي. جميل. أنا بحاول آخد المعطيات وأشتغل عليها. ومتجه عزمها بالنسبة للنقطة، دعونا نسمي النقطة دي ب 1 و -1. يبقى العزم بالنسبة لب هيساوي -6 أهي. لاحظت إيه هنا يا بطل؟ العزم بالنسبة لألف يساوي سالب العزم بالنسبة لب. وهذا يعني أن خط عمل القوى ينصف القطعة المستقيمة لب. لو سميت النقطة دي منتصف القطعة المستقيمة ألف ج، يبقى إذا خط عمل القوى يمر بمنتصف القطعة المستقيمة ألف ج. هتقولي طب اتجاه القوى يبقى كده ولا كده؟ أي حاجة، ما بستنيش الراجل عن كده. فإن متجه عزمها بالنسبة للنقطة مين يساوي صفر. هو عزم القوى بالنسبة للنقطة يساوي صفر إمتى؟ متجه عزم القوى بالنسبة للنقطة يساوي صفر إمتى؟ لما خط عمل القوى يمر بيها. وانا إيه اللي اقدر اجيبه؟ طبعا خط عمل قوى هيمر هنا بعدد لا نهائي من النقط. النقطة الوحيدة اللي انا اقدر اجيبها اللي هي منتصف الالف ب. ومنتصف الف ب كنا بنجيبه ازاي؟ نجمع السينات ونقسم على الاتنين، ونجمع الصادات ونقسم على الاتنين. يبقى عزم القوى بالنسبة للنقطة 2 و2 هيساوي المتجه الصفري. يبقى الإجابة الصح دي. هتقولي طب ما عزمها بالنسبة للنقطة دي يساوي المتجه الصفر. أيوه. وعزمها بالنسبة القوى بالنسبة للنقطة دي يساوي المتجه الصفر. أيوه. بس لو فالح حبهات للنقطة دي ولا النقطة دي. خلاص وضعت القصة دي. أنا عرفت أجيبه منتصف القطعة المستقيمة أ ب. السؤال اللي بعد كده، إذا كان خط عمل القوى ق ينصف القطعة المستقيمة أ ب، حيث أ 3 و-1 ود 1 و4 منتصف أ ب، فإن العزم بالنسبة للنقطة ب هيساوي إيه؟ إيه الكلام ده؟ تعالوا ناخد واحدة واحدة تلاقي تافه جدا. الاستاتيكا دي عايزة واحد دماغه رايق وفايق ويقعد يستمتع بيها. أدي نقطة اسمها أ وأدي نقطة اسمها ب. النقطة أ 3 و-1 جميل. وفي نقطة د اسمها 1 و4 منتصف أ ب. أحسن حاجة والله دي. خلاص. شوف لما رسمت تلاقي المسألة اتحلت لوحدها. طيب، فإن العزم بالنسبة للنقطة ب، عايزين نجيب عزم القوى بالنسبة للنقطة ب. هتقول لي طب إيه علاقة الدال دي بالكلام ده؟ هو الليلة دي كلها. خلي بالك القوى فين في الزيطة دي كلها بقى. والله هو المفروض القوى هتبقى كده. تقول لي طب هي القوة اللي هي 1 و1 دي هتؤثر في النقطة أ ولا مش هتؤثر في النقطة أ؟ يقول لك ما اعرفش، هو ما قالش كده. تؤثر في النقطة أ عشان الناس في حافظة كده أول ما تشوف النقطة أ تحطها على. هو قال إن خط عمل القوى ينصف أ ب، يبقى إذا خط عمل القوى هيمر بالنقطة دي. هيمر بالنقطة دي لو خط عمل قوى ينصف القطعة المستقيمة أ ب، حيث أ ب 3 و-1 وديل 1 و4. احنا عايزين نجيب العزم بالنسبة للنقطة ب. هتجيبه ازاي؟ والله قدامك حلين انت دلوقتي بقى. ما انت مش عارف النقطة دي بكام، فممكن تجيبها. ممكن تجيبها. وممكن تجيب العزم بالنسبة للنقطة أ، واللي هيطلع تعكس شرط يديك العزم بالنسبة للنقطة ب. هتعكس شرطه ليه؟ عشان خط عمل القوة. خلاص خط عمل القوة ب هنا دلوقتي، مش ده على فكرة. خط عمل القوة ب 1 و4 1 و1 سوري. خط عمل القوة يبقى هنا القوة اللي هي 1 و1. طب ايه المهم هتعمل ايه دلوقتي؟ انت قدامك حلين. يا اما تجيب لنا النقطة ب تضرب المنتصف وتطرح منه ب الألف سوري. تقول له 1 في 2 ب2 ناقص 3 يبقى بسالب 1. و2 في 4 ب8 يبقى دي 9. وتجيب على طول العزم بالنسبة للنقطة ب هيساوي ب د كروس ق. اشمعنى ب د؟ لأن ب هي النقطة اللي عايزين نجيب العزم عندها، ود هي النقطة اللي على خط عمل القوة. يبقى نقول له د ناقص ب يبقى 2 وكام و5 وسالب 5. ركزوا معايا عشان انا بديت شويه في الجمع والطرح والكلام ده. يبقى 1 و1 هنضرب. يبقى عندك دي 2 زائد 5 في اتجاه العين، يبقى تطلع 7 في اتجاه العين. خلاص. لو مش عايز تجيب النقطة ب هتجيب العزم بالنسبة للنقطة أ هيطلع بسالب 7، وتعكس شرطه ويطلع بموجب 7. ونعكس شرطه ليه؟ عشان خط عمل القوى ينصف القطعة المستقيمة أ ب. رقم 17،
تعبت يا بطل؟ ده احنا لسه بنسخن، احنا علينا شوية في المستوى، المسائل حلوت شوية، لسه قدامك مستويات تاني بقى. بيقول لك ايه بقى؟ إذا كانت القوى قاف وألف وعزم قاف حول ألف هو 9 وعزم قاف حول ب هو برضو 9. حلو جدا. هنستفيد ايه من القصة دي؟ دي قتلت بحثا بقى. العزم بالنسبة لألف ب9، والعزم بالنسبة لب ب9. أكيد أنت استفدت ايه؟ إن خط عمل القوى هيوازي القطعة المستقيمة لب. تمام. وبعدين بيقول لك ايه بقى؟ فإن إحداثيات النقطة ب يمكن أن يمثلها جميع الأزواج المرتبة ما عدا. خلاص. واداك النقطة ألف، اداني النقطة ألف بكام؟ بسالب 1 و2. يا ترى النقطة ب ممكن تبقى ايه عشان يتحقق المعطيات دي؟ والله المعطيات دي لن تتحقق إلا إذا كان خط عمل قاف يوازي ألف ب. يعني وهذا يحدث إمتى؟ إمتى خط عمل قاف يوازي الخط المستقيم ألف ب؟ خط عمل قاف هيوازي ألف ب. هذا يحدث عندما يكون ميل المتجه قاف يساوي ميل الخط المستقيم ألف ب. أو نقول ميل خط عمل القوة قاف. نكتبها بسرعة كده عشان نخلص. طب ميل خط عمل قوة قاف هتجيبه من هنا، الصادات على السينات، يبقى -2/3 هيساوي ميل الخط المستقيم أ ب. خلاص. فأنت عندك بقى المفروض لو فرضت دي س وصاد مثلا، يبقى أنت عندك هيبقى فرق الصادات صاد -2 على س زائد 1. دي كده معادلة الخط المستقيم أ ب. الب تقع على الخط المستقيم فتحقق هذه المعادلة. بيقول لك ايه بقى في المسألة؟ فإن إحداثيات النقطة ب يمكن أن يمثلها جميع الأزواج المرتبة ما عدا. طب تعالى لو خدنا دي عوضنا عن الصاد بسالب 2 يبقى -4، وهنا 5 و1 6 يبقى -2/3. دي تبقى على الخط المستقيم، مش دي اللي عايزينها على فكرة. احنا عايزين النقطة اللي مش ينفع تبقى ب، اللي مش هتحقق معادلة الخط. طب لو خدنا صفر، اشطب على دي بقى عشان ما نتوهش. هنعوض عن الصاد بصفر وعن السين ب2 يبقى -2/3، دي تنفع. طيب لو خدنا صاد ب4، 4 ناقص 2 يبقى 2، ودي هتبقى عندك -8 و1 يبقى -7. يبقى دي مش تنفع، دي الإجابة اللي احنا بندور عليها بقى. طب نطمن ناخد دي بالمرة. الصادات -4 يبقى -6، هنا 8 و1 9. لو اختصرنا ده على التلاتة فيها الاتنين، على التلاتة فيها التلاتة، يبقى كل النقط دي ينفع تبقى النقطة ب ما عدا النقطة ج، لأن مش هتحقق معادلة الخط المستقيم أ ب. المفروض النقطة ب تبقى تقع عليه. رقم 18. تؤثر القوى عند نقطة ما. هذه القوى قاف، ارسم كده واقعد تشوف الدنيا فين، اللي هي 3 و2. تؤثر عند نقطة ما. كام النقطة دي؟ معرفش والله. ولتكن النقطة ألف مثلا. وكان متجه عزم قاف حول نقطة الأصل 15، فإن نقطة تقاطع خط عمل القوى قاف مع محور الصادات هي نقطة. بص يا بطل، ركز معايا. واضح إن النقطة المادي ولا لها أي 30 لازمة بالنسبة لي. أنا عايز إيه؟ نقطة تقاطع خط عمل قوى مع محور الصادات. طيب خط تقاطع القوى مع محور الصادات، تخيل ده محور الصادات، يبقى خط تقاطع القوى مع محور الصادات هيبقى صفر وحاجة. كام الحاجة دي؟ معرفش. طيب وبعدين وقال لك ايه؟ وكان متجه عزم القوى حول نقطة الأصل. تخيل نقطة الأصل هنا كده اللي هي صفر وصفر، صفر وصفر. هو 15 اهي. فلما نجيب عزم القوى حول نقطة الأصل اللي هو قال هيبقى 15 عين، هنجيبه ازاي؟ هنقول له واو ألف، مش ألف دي بقى، واو ب، خلينا نسمي النقطة دي ب. واو ب كروس قاف هيساوي 15 عين. هتطرح البي ناقص الواو هيبقى صفر وصاد، كروس القاف 3 و2 هيديك ال15. تعمل هنا 2 في صفر في صفر 3 صاد هيساوي 15. يبقى الصاد هتطلع ب5، يبقى نقطة تقاطع مع محور الصاد صفر و5. جميلة وحلوة ولذيذة. بس انت تعامل مع المعطيات واحدة واحدة تلاقي الدنيا ماشية زي الفل. تمام. طيب
حد بيقول لي ممكن احل المسألة دي بشكل تاني؟ اه ممكن تحلها بشكل تاني. ايه هو؟ قال لي هجيب معادلة خط عمل القوة. يعني احنا ممكن نجيب ميل خط عمل القوة. هيبقى كام؟ هيبقى 2/3. وبالتالي ممكن نجيب متجه اتجاه في اتجاه القوة دي، أو متجه القوة دي اللي هي 2/3 دي. وهيبقى عندي معادلة الخط المستقيم تبقى ميل الخط المستقيم بتاع القوة 2/3. خلاص. وبعد كده هنحتاج نقطة، اللي هي النقطة دي اللي هي كانت مش عارف صفر وصاد. وبعد ما نجيب معادلة الخط ده أجيب نقطة تقاطع مع محور الصادات، أعوض عن السين بصفر بعد ما أجيب معادلة الخط المستقيم. تبقى طويلة شوية دي، ملهاش أي 30 لازمة. فخلينا احنا على الكلام اللي احنا عملناه ده، كان هيبقى أسهل يعني. نروح لرقم 19. بيقول لي إذا أثرت القوى ق م و7 في النقطة 1 وم، وكان متجه عزمها بالنسبة للنقطة ب يساوي 5 ع، فإن م تنتمي إلى نقط. إيه الكلام ده؟ معرفش. تعالى نشتغل مع بعض سوا سوا وساعدنا عشان نحل القصة دي. في قوة اسمها ق، في قوة اسمها ق. كام القوة دي؟ مركبتها في اتجاه السينات م وفي اتجاه الصادات 7. وبعدين تؤثر في نقطة النقطة دي سماها ألف، وقال لي سينات الألف 1 وصادات الألف م. جميل. وكان متجه عزمها بالنسبة للنقطة ب. أدي النقطة ب كام؟ 1 وصفر. صفر وواحد، صفر وواحد، تساوي 5 ع، فإن م تنتمي النقطة. والله هنستفيد بقى من المعطيات اللي عندنا. العزم بالنسبة للنقطة ب 5 ع. جميل. والعزم بالنسبة للنقطة ب، لا اللي مش بيكتب ليه؟ العزم بالنسبة للنقطة ب يبقى ب أ كروس ق، ده ب5 ع. وأنا ماشي واحدة واحدة بنشوف هنروح لفين. طب المتجه أ ب يبقى ب أ يبقى أ ناقص ب، يبقى 1 ناقص صفر دي، وميم ناقص 1. ركزوا معايا، لو في حد غلط هنا، حد شايف انا بعمل حاجة غلط يقول لي. وقاف ميم وسبع، المفروض الكلام ده يساوي 5 ع. وبعدين هنقول له 1 في 7 ب7، وهنا ناقص ميم في ميم ناقص 1. الكلام ده يساوي 5. خلاص. ونحل بقى، نجيب قيمة العين، تبقى 7 ناقص ميم تربيع زائد ميم ناقص 5 بيساوي صفر. يلا رتب المعادلة ونحلها. يبقى م تربيع ناقص م، انا بضرب في سالب على فكرة، وهنا 7 يبقى المفروض -2 يساوي صفر. حل بقى بالآلة الحاسبة، حل بالتحليل. اتس اب تو يو. 2 في 1 سالب وموجب، يبقى الميم هتبقى ب2 او الميم تبقى بسالب 1. يبقى الميم تبقى ب2 وسالب 1. رقم 20. بيقول له تؤثر القوى ق في النقطة أ وكانت النقطة ب، فإن الله إيه الكلام الجميل ده، ظل زاوية بين المتجه بألف والقوة قاف يساوي كام؟ مش عارف هو إيه علاقة العزوم بالكلام ده. أنا مش عارف، بس تعال نشوف سوا. آدي عندك، آدي متجه القوة قاف أهو. بكام يا عم الحاج؟ 3 و4. وهذه القوة تؤثر في النقطة ألف. جميل. آدي النقطة ألف أهي. كام النقطة ألف؟ 2 و9. وكانت النقطة ب 3 و7. النقطة ب مثلا ناخدها هنا كده أهو. النقطة ب 3 و7. فإن ظل الزاوية بين المتجه ب أ والمتجه ق هتبقى بكام؟ ماشي يا سيدي، ما احنا ممكن نجيب لك الزاوية بين المتجهين دول. نقول له المتجه ب أ، مش كده ولا إيه؟ أ ناقص ب، يلا اطرح معايا كده -1 و2. وعندك المتجه ق 3 و4. هتقول لي طب ما انا يا مستر ممكن اجيب لك جت الزاويه بين المتجهين دول. اقول لك والله انت 100 100. والضرب القياسي ب أ كروس ق على معيار ب أ في معيار القاف. وهضرب الكلام ده، اضرب يا عم الحاج -3 موجب 8. ومعيار الب أ بجذر 5 في معيار القاف ب5. ايه الكلام ده حضرتك لما تختصره يطلع ب1 على جذر 5. دي جت الزاويه. هتقولي طب ما هو عايز الظل بتاع الزاويه. هقول لك الموضوع بسيط جدا. الزاويه دي تبقى زاويه حاده، فتفرض الزاويه دي سيتا. السيتا بتساوي
الجتا بتساوي المجاور على الوتر، يبقى من فيثاغورس هتطلع لنا ده ب5 يبقى 2، يبقى ظل الزاوية تبقى 2/1 المقابل على المجاور، يبقى الإجابة الصحيحة رقم أ. إيه علاقة الكلام ده بالعزوم؟ معرفش. طبعا اشتغلنا هنا بالهندسة الفراغية بعيد عن العزوم. هل ممكن نحل الكلام ده بالعزوم؟ ممكن نحل الكلام ده بالعزوم. ازاي بقى نحله بالعزوم؟ بحكم ان احنا بنشتغل بالعزوم تعالى نحله بالعزوم بقى. اقول لك ان ممكن نجيب عزم القوة دي بالنسبة للنقطة أ هيساوي ب أ كروس مين؟ كروس ق. الب أ هيبقى أ ناقص ب، مش كده ولا ايه؟ 2 ناقص 1، أ ناقص ب يبقى -1 و2، كروس ق 3 و4. الكلام ده يساوي -4 -6. ركز معايا عشان انا ممكن اغلط في الحاجات دي. يبقى الكلام يساوي -10 اهي. طب ما هو الكروس المعيار الألف ب كروس القاف اللي هو العزم ده هيطلع كده ب10، مش كده؟ وده المفروض يساوي معيار البي ألف في معيار القاف في جاء الزاوية بينهم هيساوي 10، ومعيار البي ألف بكام؟ معيار الباء بجذر 5 في معيار القاف ب5، في جا سيتا هيبقى ب10، يبقى الجا سيتا هيبقى 10/5 جذر 5، ودي تختصر دي مع دي فالاتنين يبقى 2/جذر 5. فلو جينا برضو عملنا المثلث ده، الجهة تساوي المقابل على الوتر، يبقى ده يطلع ب1، يبقى ظا تطلع 2/1. برضو دي على فكرة معمولة بالهندسة الفراغية، احنا مش هنضحك على بعض يعني. ما هو احنا كده عملنا المتجهين دول، عملنا ب أ كروس ق واشتغلنا بالهندسة الفراغية عشان نجيب جا الزاوية يعني. فواضح ان القصة دي ملهاش علاقة بالعزوم. اوكي تمام، مش هنختلف كتير بقى. المهم وصلنا الى ان ظل الزاوية بين ب أ والمتجه ق هيساوي 2. 21 بقى بيقول لي ق بتساوي الكلام ده تؤثر في النقطة ج. ماشي اهو، بص بص بص، ق 2 و3. طيب تؤثر في النقطة ج، خلي بالك في نقطة اسمها ج هنا فين؟ في أي مكان على خط عمل القوة. وكان المتجه أ ب بيساوي 4 س زائد 6 ص. وكان عزم القوى بالنسبة لألف يساوي للكلام، وعزم القوى بالنسبة لب عايزين نجيب قيمة الكام. هتفكر ازاي في المسائل دي؟ بص، أول ما يديك عزم القوى بالنسبة لنقطة وعزم القوى بالنسبة لنقطة تانية، فأنت يجي في دماغك يا إما العازمين دول هيساووا بعض في الغالب يعني، يا إما يبقى ضد بعض في الإشارة. فأنت هتقسم الكلام ده منين بقى؟ هتشوف خط عمل القوى يوازي الألف ب ولا لأ؟ طب ما تيجي نجيب ميل القوى دي، ميل القاف هيساوي ص على س يبقى 3/2، وميل المتجه أ ب 6/4. الله 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 الله، إيه ده طلع ب3/2 برضه. الله الله الله. يبقى إذا ميل المتجه أ ب هو ميل خط عمل القوى، يبقى إذا ق توازي المتجه أ ب. وهذا يعني، هذا يعني شو يا ولدي؟ هذا يعني إذا كان خط عمل ق يوازي الخط المستقيم أ ب أو الشعاع أ ب أو المتجه أ ب، فهذا يعني إيه؟ أن العزوم بالنسبة لألف يساوي العزوم بالنسبة لب. جميل، بس خلاص شغل الاستيكر في المسألة خلص. خد ده بقى كاف تربيع زائد 4 يساوي ده ب4 كاف، ودول بنشارة مخالفة وهتحل الكلام العبيط ده، هتطلع تقريبا الكاف ب2. شكرا. نروح للمسألة رقم 22. القوى ق تؤثر في النقطة أ وعين، والنقط أ وباء وج تقع في مستوى القوى. حلو. ايه ده؟ النقطة بص، القوى ق تؤثر في النقطة أ، والألف والب والجيم في مستوى القوى، كلهم كده في مستوى واحد. ماشي يا حاج. والعزم بالنسبة لب بسالب 12. العزم بالنسبة لب بسالب 12 اهو. يعني ب أ كروس المتجه ق هيساوي سالب 12 اهي. طيب وب ج كروس ق 23 اهي. ب ج، بص بص الجمال يا سلام. ب ج كروس ق
هيساوي 23 اهي. وبعدين احنا بقى يا بطل عايزين نجيب ايه؟ تعال نغير اللون كده، عايزين نجيب عزم ج بالنسبة عزم ق بالنسبة لج سوري. يبقى ده المفروض هيساوي ج أ كروس ق، مش كده ولا ايه؟ طب ما الجيم بكام؟ معرفش. والألف بكام؟ معرفش. ما أنا حبيت أجيب المتجه ج أ، فأقول له النهاية ناقص البداية، فرحت للنهاية ما لقيتهاش، ورحت للبداية ما لقيتهاش. بس في معطيات حلوة هنا بقى. هو في علاقة بين الب ج والب أ والجيم أ؟ هقول لك في علاقة. إيه بقى العلاقة اللي بينهم؟ أقول لك إن الب ج ده أهو، مش إحنا الب ج ده أهو، أو نقول تعالى إحنا نجيب الجيم أ، نجيب المطلوب على طول كروس القاف. حاولت أجيب الألف ج ما عرفتش أجيبه، بس أنا ممكن أقول لك الألف ج ممكن يساوي المتجه أ ب، مش كده ولا إيه؟ زائد المتجه ب ج، ما أنت لازم تلعبها كده. يبقى المتجه ج أ، المتجه ج أ أنا كتبته غلط، المتجه ج أ لا غلط يا باشا، غلط يا مستر اللي أنت كتبته ده، ركز شوية الله يرضى عليك يا رب. نعتذر على هذه الأخطاء. المتجه ج أ، يبقى نبدأ من ج ونلف كده، يبقى ج ب زائد ب أ كروس ق. هقول تاني أنا عايز عزم القوى بالنسبة للنقطة ج، يبقى ج أ كروس ق. رحت أجيب الجيم والألف معرفتش أجيبها، فاضطريت بقى ألجأ لشغل جمع المتجهات هندسيا. المتجه ج أ هيبقى عبارة عن مجموع متجهين، نبدأ من ج ونلف لحد ما نروح لأ، يبقى ج ب زائد ب أ. هنعمل بقى كروس، يبقى ج ب كروس ق زائد ب أ كروس ق. حلو كده. طب ج ب كروس ق عندنا ولا لا؟ أركز خلي بالك، ده ب ج كروس ق، لكن ده ج ب كروس ق. هقول لك خلاص ما انا الخلية سالب 23 اهي، زائد طب ب أ كروس ق بسالب 12 اهي. يبقى المفروض الكلام ده كله يبقى سالب 35 عين. بس يا سيدي وخلص الموضوع على كده. حلوة المسألة دي جميلة، فيها شغل شوية هندسة على شوية استاتيكا وحاجة جميلة. تؤثر القوى ق 10 باي على 3. الله الله، ايه ده؟ ايه الكلام ده بقى؟ دور في دفاتر سنة أولى عن الكلام ده. والنقطة أ تنصر في النقطة دي، فإن عزم القوى ق حول نقطة الأصل. سهلة وجميلة وحل المسألة. في قوة ق تؤثر في النقطة أ، هي جذر 3 و2، وعايزين نجيب العزم بالنسبة لنقطة الأصل. طب ما حلوة، هو نقول العزم بالنسبة لنقطة الأصل هيساوي أ كروس ق، مش كده ولا إيه؟ طب أ ناقص واو اللي هي واو أ، يبقى جذر 3 و2. أمال إيه الجديد بقى في المسألة؟ إدالك المنظر ده هو الجديد. إيه البايعة التلاتة دي؟ لا برافو عليك لسه فاكر والله يا ابني. دي الصورة القطبية للقوى ق. أهو الناس اللي ناسية، في سنة تانية قلنا دي الصورة القطبية للقوى ق. يعني ايه الصورة القطبية؟ أنا مش فاهم حاجة، أنا في سنة أولى كنت بقضيها كده. طب أقول لك أنا بسرعة كده، رغم إن أنت المفروض تحاسب على المشاريب يعني، عشان أنت اتدلعت في سنة أولى يعني. المهم العشرة دي هي معيار القوى، يعني لو القوى ق مثلا يمثلها المتجه ده أهو، يبقى دي 10 هي طول القطعة المستقيمة الموجهة دي. والبيعة 3 اللي هي 180 على 63 درجة دي، ده الزاوية التي يصنعها أو تصنعها القوى ق أو المتجه ق مع الاتجاه الموجب لمحور السينية. ودي بقى مش ينفع تكتبها هنا، لازم تحول الصورة القطبية إلى الصورة الإحداثية. كنا بنعملها إزاي بقى؟ كنا بنقول المركبة السينية هتساوي معيار القوة في جتا الزاوية جتا 60، والصادية معيار القوة في جاء الزاوية. يعني تبقى جتا 60 بنص، يبقى دي 5 ودي 5 جذر 3. بس ده كان الجديد في الموضوع. يبقى نضرب ده في ده يبقى ب15 ناقص ده في ده يبقى ب10 في اتجاه العين. هو حب يفكرك بالصورة القطبية، يبقى الكلام ده يساوي 5 عين. وازاي تحول الصورة القطبية لصورة هندسية؟ يبقى خلي بالك لما تيجي تستخدم المتجه ق دي في العزوم، لازم تخلي المتجه ده بس بالصورة الإحداثية اللي هي زي ما عملناها هنا كده. لو اداك الصورة القطبية تحولها لصورة إحداثية ازاي؟ المركبة الثانية بمعيار المتجه في جهة الزاوية، والمركبة الصادية بمعيار المتجه في جهة الزاوية. نروح للمسألة
أو نكتفي بهذا القدر. كده احنا تقريبا خلصنا الجزء اللي هو الخاص بإيجاد متجه عزم قوة بالنسبة للنقطة، اللي هو كنا بنشتغل فيه بالمتجهات. الجزء اللي هيبدأ ده تقريبا نشتغل على القياس الجبري للعزم، ده أنا هأجله الفيديو تاني. لو أنت وصلت معانا لحد اللحظة دي في الفيديو، يا ريت ما تحرمناش بقى من الاشتراك في القناة، تعمل لنا لايك وتشير الفيديو ده لزملائك عشان يستفيدوا بيه. وما تنساش أهم من ده كله بقى تدعي لنا دعوة طيبة. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.